السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل متتبعين هذه القناة ولكل المغاربة. قبل ما نبدأ غادي نصلي على سيدنا محمد رحمة للأولين والآخرين. إذا الموضوع اليوم موضوع اليوم هو: هل ستتكرر مؤامرات 2022 اللي كانت بطلتها فرنسا؟ والتسريبات كتقول بأن ماكرون سيكون حاضرا في مباراة فرنسا والمغرب. إذن دائما كنشوفوا هذه الاستفزازات من طرف الرئيس فرنسا، اللي دائما ملي كيكون شي حفل رياضي كيحاول انه يستفز المغرب، وكيدير كيجمع الملفات وكيتم جاي يحضر المقابلة بالخصوص ديال المغرب، كيدير لنا المقايضة، يعني كيبغي يستفزنا وكيبغي يضغط علينا بالأوراق. إذن هذه سياسة ديال فرنسا من زمان. إذن إذا لا مجال للشك، للكلام بأن المغاربة كلهم غادي يدخلهم الشك علاش هاد السيد جا بالضبط في هذا الوقت في هذه المباراة، وشنو هو الهدف ديالو من هذا الحضور. إذن تساؤلات غادي تولي عند المغاربة كثيرة. ماكرون مشاهدينا الكرام كما كتعرفوه معروف بالاستفزازات والضغط، لذا غادي يستعمل هاد ورقة الضغط من جديد باش يحقق المبتغى ديالو. وحنا كنتمناو ما نوقعوش في المشكل اللي وقعنا فيه في 2022، نفس الغلط نوقعوا فيه. السؤال: هل سيسمح المغرب والجامعة الملكية والجماهير المغربية بهذا التصرف الاستبياني؟ وهل ستسمح أمريكا ودونالد ترامب بمجيء ماكرون؟ هذا ربما أن الجواب لا، أمريكا لن تسمح، ودونالد ترامب لن يسمح لماكرون بالحضور هذه المباراة. وكنتمنى الأمور تمشي على ما يرام، وتدوز المباراة كما دازت مباراة كندا، اللي دازت مباراة رائعة بعدما تمكن دياز والنحيلة وشكلوا ثنائي ديال السرباي وكعب غزال. ما شاء الله، انا كنسميهم السرباي وكعب غزال. دياز هو السرباي وكعب غزال هو النحيله وناحي، اللي كانوا في النهار ديالهم وعطشوا المنتخب كندا مع سير حتى يجيب الله التيسير. جاب الله 3 أهداف. غير هي واحد المسألة مهمة غادي نتكلم عليها، هو مباراة صراحة كانت دازت جميلة، لكن اللي جعل المباراة تخرج من بعض الأحيان من النسق ديالها وهي التدخلات القوية ديال اللاعبين الكنديين، خصوصا في حق عيسى ديوب وحكيمي. كانت تدخلات قوية، وكان المنتخب الكندي كيضغط، كيدير ربما تعليمات من عند المدرب أنه يلعب بالقوة ضد الفريق الوطني في التدخلات ديالو، باش الفريق الوطني يخاف من التدخلات ويخاف من الكرات يتلاحم، ما يبقاش يوقع تلاحم على الكرات. لكن الحمد لله خرجت الأمور سالمة، ورغم ذلك كان التحكيم جيد، إلى لم أقل أفضل. كنتمنى التحكيم في المباراة الجاية يكون جيد مع فرنسا، وما نلقاوش الصعوبة مع الحكم، لأن فرنسا منتخب اللي غنلعبوا مع دابا مخالف لكل المنتخبات، لأنه منتخب قوي على جميع الأصعدة، لا دفاعيا ولا هجوميا ولا في وسط الميدان. إذن متتبعي الكرام، إذن محمد وهبي كيقلب أنه يوصل للمستوى وليد الركراكي، ويطمح لا قدر الله أنه يوصل للمباراة النهائية ويتخطى حاجز فرنسا، لأنها الأصعب مباراة، ويتفادى الأخطاء اللي دارهم الركراكي في مونديال 2022 مع فرنسا بالخصوص. ونزيدكم واحد المسألة أخرى، أن فوزي القجع جاب وهبي ماشي غنلعبوا أدوار طلائعية ولا نوصلوا لنصف النهائي، جابوه باش نديو النهائي، وهذا الشيء صرح به فوزي القجع
مرارا وتكرارا في فيديوهات. سمحوا لي ما جبت معكم فيديو باش نأكد ونعطي المصدر. جاء فوزي القجع صرح مرارا وتكرارا بأن المغرب جا لهنا باش ياخذ الكاس كيما خداه المنتخب الأقل من 17 سنة. قال لهم هذا غادي نديوه، قادر المنتخب الكبير أنه يديوه. إذا محمد وهبي ما كيطمعش يوصل لنصف النهائي، وكيطمع باش يحقق إنجاز تاريخي في الكرة المغربية. مع سير غادي يجيب الله تيسير، ومع الدعوات ديال المغاربة والدعوات الصالحين غادي يحققوا المبتغى، وغادي يفرحوا المغاربة إن شاء الله بحول الله، ويفرحوا الدول العربية كاملة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكنتمنى إن شاء الله تدوز الأمور على خير وبخير وتدوزوا على خير.